كنا شفنا مؤخرا الزلزال القوي اللي ضرب تركيا وسوريا، خلف الالاف ديال الضحايا ما بين القتلى والجرحى، المئات المنازل اللي تهدموا، الالاف العائلات اللي تشردوا. ومؤخرا شفنا في السوشيال ميديا عالم كان دار تدوينه قبل ب3 ايام من حدوث الزلزال بان الزلزال القوي غيضرب داك المنطقه اللي ما بين تركيا وسوريا بنفس القوه. وبزاف الاصوات بداو كيتعالاو علاش الحكومه ديال تركيا وسوريا ما خداوش بعين الاعتبار التدوينه ديالو، وكانوا نقدوا عدد كبير ديال الاشخاص. لكن الشيء اللي ما كيعرفوش كلشي هو ان داك الشخص بحال عراف كيبدا يتوقع حدوث بعض الاشياء عن طريق الحركه ديال الكواكب، اي ان داكشي ما عنده حتى علاقه بالعلم. لكن بزاف الاشخاص يبداو يقولوا كيفاش انه توقع حدوث زلزال في نفس المنطقه اللي بصح وقع فيها وبنفس القوه. نشوفوا التدوينه ديالو باش نفهموا. في التدوينه ديالو كيقول عاجلا او اجلا يوقع زلزال في هذه المنطقه. وكيف كنعرفوا كلنا بان ديك المنطقه دائما كيوقعوا فيها الزلازل، اي انه غير توقع وما عطى لا وقت لا والو. اضافه الى هذا هو انه كيشتغل في واحد الموقع كيبقاو يتوقعوا يوميا عشرات الزلازل يوقعوا في العالم، لكن اغلبهم ما كيوقع والو، اي ان داك الزلزال اللي وقع في تركيا جا غير صدفه وصافي. هذا الامر ما بقاوش نتيقوا اي حاجه سمعناها في الاعلام قبل ما نعرفوا شنو وقع بالضبط.